أنا سالي سامي، عضو في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحاليا عضو في لجنة التسيير، وهي لجنة مؤقتة بتدير شؤون الحزب لغاية ما يتم الانتخابات داخل الحزب، ولجنة العمل اليومي وهو بيشرف بس الأعمال اليومية في الحزب. دخلت الحزب من أوله خالص، مجموعة من الأصدقاء العاملين في مجال حقوق الإنسان، وأنا بعمل في حقوق الإنسان، كلموني عن فكرة الحزب، قالوا لي إنه في حزب بنحاول نأسسه بيتكلم عن الليبرالية السياسية أو الشخصية من مفهوم حقوقي، بنتكلم عن الحقوق السياسية والمدنية تكون مطلقة وبيحمي العدالة الاجتماعية، وده برضو من مفهومي كناشطة حقوق الإنسان، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمية. لا يمكن يبقى في عدالة اجتماعية متحققة من غير ديمقراطية تحميها، ولا يمكن للديمقراطية انها تبقى موجودة طول ما في فئات مهمشة، واحنا عارفين ان انتشار ظواهر زي العنف والبلطجة والعنف الطبقي وما الى هذا مرتبط بتهميش فئات واسعة جدا من الناس، وده اللي كان النظام السابق كان بيعمله بشكل منهجي. رأيي ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حزب فعلا حقوقي، وهو بالتالي والنتيجة وافتكر دليل كبير ليه انه اعضاء كتير منه عاملين في مجال حقوق الانسان، من مدافعين الشرفاء لحقوق الانسان لنفس الاسباب اللي انا قلتها قبل كده. هو حزب بيشمل حقوق الانسان كاملة الشاملة، بيعترف بعدم قابلية حقوق الإنسان للانقسام وشموليتها من ناحية الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. من ضمن الحاجات برضو مميزة في برنامجنا هو اهتمامنا بصغار المزارعين، لأن احنا عندنا حوالي 93% تقريبا من الفلاحين في مصر حيازاتهم الزراعية 4 فدان فأقل. ما ينفعش ان انا اعمل تنمية زراعية بعيدا عن صغار المزارعين وصغار الفلاحين في مصر، وده شيء للاسف برضو الدوله اهملته، واهتمت بالاراضي الجديده المستصلحه والمساحات الشاسعه اللي اديتها للناس في توشكا والاراضي الجديده وما الى هذا، وتركت وادي النيل والزراعه رغم ان هو ارض خصبه جدا وانتاجيتها ممكن تبقى اعلى بكتير وعايش عليها ملايين البشر، تركته للتدهور. ده الحزب بتاعنا واقف ضده وبيدعو لتكوين تعاونيات زراعيه حقيقيه، مش تعاونيات زي اللي اتفرضت علينا في الخمسينات وفي الستينات، ومش تعاونيات تحت سيطرة الدولة، تعاونيات ملك للفلاحين بتحمي مصالح الفلاحين، بتدافع عنهم، بتسوق محاصيلهم لوحدها، بتشتري مدخلات ليهم بأسعار كويسة وبجودة كويسة، ما بتاخدش لأي حاجة بيديها لهم تاجر الجملة، بتنظمهم في كيانات اقتصادية كبيرة وقوية وقادرة انها تضيف للناتج القومي. بنطالب ان الدولة تقوم بدورها في حماية صغار الفلاحين زي ما كل دول العالم، اذا كانت في امريكا او في اوروبا او في اي حاجة، بتحمي القطاع الزراعي اللي عندها، سواء بتوفير مدخلات مدعومة، سواء بدعم بعض الحاصلات، سواء بتوفير اسعار تشجيعية لتوريد بعض الحاصلات. انا شايفه ان احنا حتى جوه المقر وبيننا وبين بعض مفيش حته الجندر دي موجوده، لان احنا فعلا نتعامل مع بعض بمنتهى المساواه، وفعلا الحزب ده يعني انا رايي ان الحزب ده فعلا هيكرس وهيحمي قضيه المراه في مصر وهيزقها قدام. انا عزة عبد سعيد، نوبيه من قريه ابو سمبل، مقيمه بالقاهره، مواليد القاهره بس بروح بلدي في كل مناسبة وكل عيد أتواصل مع الأهل في البلد. وأنا سمعت عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ولقيت إن هو حزب كويس جدا، مبادئه هي المبادئ المطلوبة لحق المواطن والمساواة والعدل، ومفيش تفرقة بين جنس ولون، والحمد لله انضميت ليه على طول. وأنا دلوقتي انضميت ليه من حوالي 4 شهور للحزب.